هذه بالملتقى الشعري لشعراء أهل البيت المغاربة في بروكسل لسنة 2008. أهل البيت عليهم السلام هم أنوار الولاية وأعلام الهداية، هم سفينة النجاة وعين الحياة، أئمة الهدى ومصابيح الدجى، المثل الأعلى والدعوة الحسنى، هم حملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هم الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله. حقهم بظهور صاحب العصر والزمان، أو أظهر الله أمرهم وأرجع إليهم حقهم بظهور صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن وشريك القرآن، الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. السادة الأفاضل، الضيوف الكرام، الإخوة الشعراء والحضور الكريم، أهلا بكم جميعا في بيت الشعر المغربي، بيت القصيدة، بيت الكلمة الطيبة. أبارك للجميع هذه المبادرة، أملا أن يكون هذا الملتقى فضاء مفتوحا لكل القلوب وحقلا لكل الزهور، مع احتضان مزيد من الأسماء والتجارب الشعرية. هي كلمة عبر الزمان والمكان تأتي من أقصى شمال إفريقيا، تبحث عن مأوى قد تجده في قلب وروح عشقت محمدا وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول: صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر، بكم هدانا ربك أو ربنا وفيك نرجو ما أمر، ومعشرا سميتهم أئمة 12 حياهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، قد فاز من والاهم وخاب من عاد الزهر، آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر، عترتك الأخيار لي والتابعين من أمر، من كان عنهم معرضا فسوف يصليه سقر. اللهم صل على محمد.